مساء النور عائلة مساحات متنوعة. سنة سعيدة. نعم، أعلم بأنني عطلت من الغياب عليكم، فشهدنا كأس عالم مليئة بالأفراح والمسرات لتأهل منتخبنا الوطني العربي المنتخب المغربي إلى دور النصف النهائي من كأس العالم. فمبروك لنا ولجميع الأمة العربية والإسلامية والأمازيغية. سنة سعيدة 2023، رغم أنني أنا لا أحتفل بها أبدا. أنا بصراحة أحتفل بالسنة الأمازيغية، لكنني لا أحتفل بأعياد الميلاد. هذا ليس موضوعنا اليوم. قصة اليوم هي قصة الفلاح. تابعوا معي. هي قصة عن الفلاح واللصوص الثلاثة. كان الفلاح يقتاد حمارا وعنزا إلى المدينة لكي يبيعها. كان للعنز جلجل معلق برقبتها. رأى اللصوص الثلاثة الفلاح يمر، وقال الأول: سأسرق العنز بدون أن يحس الفلاح. وقال الثاني: وأنا سأنتزع منه حماره بدون أن يحس أيضا. ثم قال الثالث: هذا ليس صعبا، أنا سأنتزع منه ثيابه. ثم اقترب اللص الأول خفية إلى العنز، ثم نزع منها جلجالها وربطه بذيل الحمار. ثم اقتدى العنز إلى أحد الحقول، وعند منعطف في الطريق قال الفلاح نظرة خاطفة وراءه، فرأى أن العنز قد اختفت. وانطلق الرجل يبحث عنها في كل مكان ولم يجدها قط. ذهب إليه اللص الآخر فسأله عما تبحث يا رجل، فقال له: والله قد اختفت بعض عنزي من هنا ولم أجدها، لقيت نظرة في أرجاء المكان ولم أجد لها حس. فقال له اللص: هناك عنزة رأيتها للتو، أخذها رجل وهو يهرب، إنه ذهب من هذا المكان. طلب الفلاح من ذلك اللص أن يأخذ حماره كي يبحث عن عنزي ويعود، لكن هيهات، ماذا حصل؟ الرجل وهو يبحث عن عنزه والآخر هرب له بالحمار. يا للهول. وعندما عاد الرجل من البحث رأى أن الحمار قد سرق أيضا، فانفجر بالبكاء وتابع سيره حتى وجد رجل لحافة مستنقع رجلا جالسا وهو يبكي، فسأله عن حاله: ما بك يا رجل؟ لماذا تبكي هكذا؟ أجابه الرجل، بل اللص الثالث، بأن كيسه المملوء من الذهب سقط في ذلك المستنقع. سأله الفلاح: لماذا لا ينزل إلى الماء لانتشاله؟ ثم أجابه الرجل: إني أخاف الماء ولا أعرف السباحة، لكني سأهب 20 قطعة ذهب لمن ينتشل كيسي من هذا المستنقع. عندها ابتهج الفلاح وقال: إن الله قد خصني بهذه النعمة ليعوضني عن عنزي وحماري الذي سرق مني. خلع المسكين ثيابه ونزل إلى الماء، لكنه لم يجد كيسا مملوءا بالذهب. يا الحسرة. وعندما خرج من الماء لم يعثر على ثيابه. ذهب العنز والحمار والثياب أيضا ذهبت. كان ذلك من طرف اللص الثالث الذي استطاع أيضا أن يسرق له ثيابه، فنجحت خطة اللصوص الثلاثة وفشل الرجل الضعيف المسكين الذي لا حول له ولا قوة. حيلة، ذكاء، ماذا سأقول لكم؟ الحكمة من هذه القصة مشاهدينا الكرام والمغزى منها واضحان تماما وضوح الشمس في يوم جميل، وهي أن هذه القصة القصيرة تبرز لنا أكثر المواقف والمواقع التي نتأدى منها من طرف الأشرار من الناس، وهي الغدر والكذب والسرقة والاستغلال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين مساحات متنوعة. لن نكتفي بهذا القدر أبدا، هنالك قصص وروايات وأشياء جميلة إن شاء الله سنقوم بتنزيلها على قناتنا في اليوتيوب وفي فيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستغرام. من يريد أن يشاهد صفحتي على الانستغرام ها هي هنا، سأتركها لكم هنا، وصفحتي على الفيسبوك ها هي هنا أيضا. أحبكم في الله، أتمنى أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك أي جديد فور تنزيله في قناتنا، ولا تنسوا مشاركة الفيديو لكي يصل إلى باقي الناس. شكرا لكم. سنة سعيدة 2023. أتمنى لكم الخير والسرور والمسرات والمحبة بين بعضكم البعض. شكرا لكم وإلى اللقاء.